ازيكم يا كروين؟ تعالوا معايا في فيديو جديد. انا النهارده هنتكلم عن رأيي في منتخب مصر، وازاي منتخب مصر هيروح كأس العالم. ومحتاج كام نقطة عشان يروح كأس العالم، واقول لكم المباراة الجاية امتى، وهقول لكم كمان منتخب مصر المحلي هيلعب بكرة اللي هو موافق 6/9، هيتلعب الساعة كام وفين. هقول لكم على كل حاجة. بس قبل اي حاجة مش تصلوا على النبي. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي انا حابب اتكلم معاكم باول حاجه رايي في مباراه منتخب مصر. منتخب مصر لعب كويس جدا، قدم مباراه حلوه. انا شايف ان منتخب مصر كان بيلعب بطريقه كويسه، حاول ان اللعيبه تدي بطريقه تانية. انا شايف ان خالد صبحي من الاكتشافات والمدافعين اللي 10/10. اشوفهم السنه اللي جايه وبعدها هيكسر الدنيا. واحد كان بيلعب في سيراميكا وقدم بعد ما راح المنتخب ورجع من المنتخب جاله عرض من المصري. انا شايف ان هو بيلعب كويس، أدى كويس. انا شايف ان هو لعيب يستحق يكون في نادي كويس. انا مش بقلل من النادي المصري، هو يأدي كل حاجه، بس يا ريت يعني ياخد فرصته بشكل كبيره جدا. بس كده. فانا شايف ان خالد صبحي من الاكتشافات كويسه. نقول اسامه فيصل. اسامه فيصل كويس جدا، لعب كويس، عارفين امكانياته على راسنا وكل حاجه. يحاول ينسى بقى حوار ايه، لو انت مش فاهمني اللي هو إيه؟ حوار ايه، ان انا ايه بلعب حجز على الشارع، بقابل بلديه المحله. مش بقلل من بلديه المحله ولا أي حاجه، بقابل فرقه مش عارف ايه. لا، انت لازم راح تقابل منتخب مصر، تخش كاس عالم. فكره اسامه فيصل هو بيحاول ينزل وبيحاول يعمل كل حاجه. بس ارجع كده وافتكر، انت في منتخب مصر هتقابل فرقه كويسه، هتقابل احتراف، هتروح كاس العالم. فيعني احسن من كده شويه، مهمز نفسك. يعني انا شايف مصطفى محمد لو كان بدأ كان احسن له. الواحد انت جابت تقل منه، هو حس ان هو ايه، في مشكله يعني، وعمل حاجه. وانا شايف اسامه فيصل يركز اكتر من كده. صلاح، الناس كلها بتقول صلاح هو بيعمل ايه مش بيعمل ايه. دلوقتي هو بيقابل اثيوبيا، هيجري وينحر في نفسه ويتعب في نفسه، مع انه ان هو بلمسه واحده منه يودي لعيب، يحرك لعيب، يعمل اسيست. الناس بتقول لي طب هيتعب في ماتش اثيوبيا؟ طب انت بتتكلم لو احنا خسرانين مش عارفين هو هتلاقيه بيجري، لكن هو خلاص هيتعب نفسه على ماتش عادي يعني. هو على طول باص ده يجيب جون، احنا جبنا جونين، فكك عادي. هو صح، هتعب في نفسي في ماتش خلاص فاضي، وهتعب في نفسي مع فريق اصلا منتخب مش راضي يروح هجمة عننا. هتعب في نفسي ليه؟ خلي طاقتي يكون في منتوش احسن من كده. واحنا كده احنا كسبانين، فايزين تاني. انتوا ليكوا خدتوا 3 نقط ولا لا؟ بس تتكلموا والناس اللي تنتقد لما يكون الاداء وحش ونتيجة وحشة، لكن احنا كسبنا. واحد يقول لك ده احنا كسبنا بالضربات الجزاء. هو ايه ضربات الجزاء يا جدعان؟ احنا جبناها صح، ضربات الجزاء تستحق تستحق، بس جت جون جت جون. بس على اداء منتخب بيدافع ب9، يعني كان ناقص المدرب ينزل هو كمان يدافع. طب ها، ده كان خالد صبحي ورامي ربيعه دي يبصوا، ومفيش غير واحد بس بيروح على مهله ويضغط. طب ايه، ها هنستنى؟ ما نعمل ايه؟ نقعد نلعب لقدام، نعمل على الاطراف. هو المفروض ان هو كان يسحبهم كلهم، يفضل واقف لتحت لما يسحب اللعيبه، ويعمل زي ما عمل مع تريزيجيه وراح هجمه واتقطع. انا شايف ان خلاص يعني احنا لعبنا حلو وعملنا كل حاجه. انا شايف ان ايه، منتخب مصر كويس. محدش ينتقد عمر مرموش، ومحدش ينتقد زيزو، محدش ينتقد محمد صلاح. انا شايف ان هم ما تعبوش نفسهم في ماتش فاضي فاضي. يعني ماتش تاني بقى مثلا زي بوركينا فاسو اللي هو ايه، احنا لازم ناخد النقطه حتى علشان نصعد. ده اللي نتكلم فيه، بس مش اكتر يعني. مش هتعب نفسي في حاجه ماتش فاضي. بس كده. انا شايف ان منتخب مصر لعب كويس، لعب حلو لعب حلو، مباراة حلوة مباراة حلوة. أنا شايف منتخب مصر 10/10، بس عندهم أداء أحسن من كده. وحسام حسن هيبقى أول مدرب في منتخب مصر مصري يودي منتخب مصر كأس العالم، وإن شاء الله بنسبة كبيرة يعني هيروح كأس العالم. احنا محتاجين بس نكون 20 نقطة. احنا دلوقتي 19، محتاجين نكون 20 نقطة عشان نكون المركز الأول ورايحين كأس العالم. أنا شايف إن منتخب مصر يعمل أداء كويس جدا في منتخب مصر. نتكلم احنا لما نشتغل، ولا ان احنا نقابل الارجنتين ونقابل برازيل ونقابل فريق منتخب، ولا ايه سوري، فهندوس على نفسنا. انت بتتكلم اللاعب اللي يكون سنه صغير او هيكسر الدنيا. محمد صلاح هيكسر الدنيا، يمكن ياخد البالون دور. هيكسر الدنيا عمر مرموش يمكن يتكلم عليه، هيكسر الدنيا مروان عطية، هيكسر الدنيا حمدي فتحي، هيكسر الدنيا. يمكن فريق من اي حد ممكن يعرض عليه عرض ان هو يروح. فانا شايف انه خلاص حاجه كويسه، فرصه لكل اللعيبه ان هي تدوس على نفسها وتبين الاحسن من عندها.
الماتش اللي جاي بتاع بوركينا فاسو، منتخب مصر وبوركينا فاسو، الماتش امتى؟ الساعة كام؟ الماتش يوم 9/9، هيتلعب الساعة 7. هيتذاع على اون تايم سبورت. بس الماتش هيبقى صعب علينا، هيبقى صعب. ده هو المركز التاني بوركينا فاسو. بوركينا فاسو معاه سكواد كويس، بيلعب كويس، واحنا غير كده. فالماتش هيبقى صعب علينا، يا ريت نركز فيه كويس جدا ونقدر ندي كل اللي عندنا. الماتش اللي هيتلعب اللي هو يوم 6/9، مباراة ما بين تونس، ومباراة ما بين منتخب مصر المحلي. أنا شايف منتخب مصر المحلي هيأدي كويس جدا بقيادة حلمي طولان. أنا شايف إن هو هيأدي بطريقة كويسة جدا، وأنا شايف إن اللعيبة كويسة جدا. عندهم مراكز، اللعيبة عندهم لعيبة، عنده بدل الهجوم عنده 4، عنده زلاكا، عنده قطة، عنده أسامي عمر السولية، عنده أسامي كتير جدا. فريق، يعني فريق كامل جدا، منتخب كامل جدا، سوري. يقدر ينافس. انا شايف ان هو فريق كويس جدا، منتخب كويس جدا. يعني انا شايف ان منتخب مصر هيعمل حاجه كويسه جدا قدام تونس. طب واحد يقول لي طب ما في ماتش تاني تونس. هو احنا هنلعب ماتش على ارضنا وماتش على ارضهم. هنلعب ماتش عندنا في الاستاد اتحاد السويس، وماتش تاني بصراحه مش عارف فين. فهنلعب مره هنا في مصر ومره في تونس. دي تجربه لينا لكاس العرب اللي هيتلعب بنسبه كبيره شهر 12. فدي تجربه لينا، بدايه لينا ان احنا نجرب اللعيبه عندنا ونشوف مين الاحسن ومين اللي مش احسن. فانا شايف ان السكواد بتاع المحليين اقوى من السكواد اللي موجودين. بس انا مش بقلل من حد، كلهم كويسين. بس انا بشايف في لعيبه كانت مظلومه ان هي المفروض تروح. يعني انا علي فوزي، انا بالنسبه كبيره كان نفسي انه يروح المنتخب. محمد هاني، علي فوزي احسن من محمد هاني بمليار مره. طب سنه كبير، طب ما هو محمد هاني انتوا شايفينه ناشئ، ما هو ناشئ، بس يعني سنه كبير برضه. بس انا شايف علي فوزي عنده واحد عنده 33 سنه او 32 سنه، ليه ما يلعبش؟ لعيب كويس، يفيد 10/10. انا شايف تجربه وحشه ان هم يقولوا كده على علي فوزي. فيا ريت علي فوزي يروح، اسامي كتير ما راحتش. فانا شايف دي حاجه غريبه جدا. آه، انا بقى انا عايز اقول لكم التشكيله المتوقع انها تتلعب قدام بوركينا فاسو. نبتدي بالاول في حراسه المرمى محمد الشناوي. هنلعب ب4 في الدفاع. هنلعب ناحيه اليمين محمد هاني، رامي ربيعه. انا شايف ان هو يلعب خالد صبحي، بس هو بنسبه كبيره ممكن يلعب محمد ربيع، ان هو يجرب المدافع. فممكن نحط محمد ربيع. بس انا نفسي يعني ان هو يلعب بخالد صبحي، لعيب كويس. هنلعب ناحيه الشمال بمحمد حمدي، ما عليناش غيره، مفيش غيره. هنلعب بيها في نص الملعب. هنلعب ب3 في نص الملعب. هنلعب ب انا من رايي يعني خلاص حمدي ده خلاص يطلع، يلعب بمهند لاشين او يلعب بمروان عطيه، ويلعب بزيزو تريزيجيه، ويلعب في الهجوم يلعب بمصطفى محمد، اسامه فيصل يريح سنه، ويلعب ناحيه اليمين بمحمد صلاح، وناحيه الشمال بعمر مرموش. التشكيله الافضل، تشكيله كويسه جدا. نقدر قدام بوركينا فاسو ونقدر نعمل الفارق، ونقدر نعمل ماتش مهم جدا بالنسبه للجماهير، وماتش هيبقى من الامتع لينا كلنا. وانا مستني الماتش ده بفارغ الصبر، لان الماتش هيبقى مهم جدا لمنتخب مصر، لا يقدر يحقق كل حلم المصريين ونروح كاس العالم ونقدر نأدي اكتر ما عندنا. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا فولو على اليوتيوب وتعملوا لايك على الفيديو، عشان اقدر ان انا انزل فيديوهات كتير جدا. لما انت بتعملي لايك انا بشوف ان انا كده كويس، وان انا عجبت الناس اكمل. لكن لما انت ما تعملش لايك انا هستفاد ايه؟ طب انا هعمل ايه؟ مش هكمل فيديوهات، خلاص انا مش شايف تفاعل. فاعمل لايك ادعمني وانا هكمل في الفيديوهات. وغير كده عندي صفحة على تيك توك اللي هتظهر قدامكم. يا ريت تروحوا كله يروح يعمل لي فولو، كله يكتب في السيرش الكورة بصوت عالي، هظهر لكم تعملوا لي فولو وتشوفوا الفيديوهات بتاعتي وتقولوا رأيكم في الكومنتات. بس كده، سلام.